يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هنا يعنى به العلم بالشرع، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، بأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. هذا الذي قلنا لكم احفظوا أولادكم، هم يسمونه جهاد، الذي يرغبون الناس فيه ويجيبون آيات الجهاد وأحاديث الجهاد يرغبون الناس فيه، وما هو بجهاد، هو تجنيد ضدكم. أنتم رأيتم هذا، ما يحتاج، رأيتم هذا الجهاد وشو؟ أنه في نحوركم، رأيتم أنه في نحوركم. هذا الجهاد الذي يريدون أن يجندوا أولادكم في نحوركم.